العروسة اللي بتستعد لليلة فرحها كل يوم والتاني على الكوافير بتعمل حاجات اللي بيعملوها العرايس، إشي حمامات وإشي غيره، كلها حاجات عشان خاطر تبقى حلوة ليلة فرحها. ويوم الفرح الكوافير قالت لها تعالي لي بدري، راحت لها وهناك بدأوا يعملوا شغلهم، وعملت حنة في إيديها وفي أجزاء من جسمها اللي بيسموه التاتو، وعملت شعرها ووشها بقى كل حاجة بتوسط بيها أول الكوافير عشان تبقى جميلة في ليلة فرحها. فرح العروسة كانت جميلة وكله بيرقص وكله فرحان، وروحت بيتها وكله بيقول مبروك للعروسين. عريسها على ما دخل قال لها أنا مجهد قوي، أنا عايز أريح ساعة وبعدين نبدأ ليلتنا. قالت له طب وماله، أغير هدومي وأنت ريح لك ساعة. إلا هينام ساعة. خد نوم لغاية الساعة 6 الصبح وبدأ يصحي العروسة عشان يبدأوا ليلتهم من أول النهار. صحت العروسة وتبص لعريسها وهي فرحانة بيه. على ما بصلها قام مصرخ وقال عفريت، وجري فتح باب الشقة وجري على أمه في الدور اللي تحت. البنت اتخضت، ايه اللي جرى وايه عمل كده ليه؟ راحت بص في المراية، هي كمان اتخضت. اتاري الحنة اللي هي عملتها لها الكوافيرة فيها مواد، والبنت جسمها فيها حساسية من المواد دي. وشها جسمها كله بقى مخيف، كل حتة فيها وردة أو حرف معمول بالتاتو ورمة وعبية مية. جسمها شكله بقى صعب قوي. عذرت الولد العريس اللي هو خاف وجري. شوية لقيت أهلها بيتصلوا بيها بيقولوا لها في إيه يا بنت اللي بيحصل عندك؟ العريس عمال يصرخ عند أمه وبيقول عفريت. حكت لهم اللي حصل، جم أهلها بصوا عليها. أبوها اتخض، يا بنتي في إيه؟ قالت لهم اللي حصل، وإن ده كله من المساحيق اللي حطيتها على الست، حاجات تحت بير السلم بجد. الراجل صعب عليه بنته وقال طب يا بنتي تعالي معانا، العريس بيصرخ تحت ومش عايز يشوفك، تعالي معانا يومين. قالت له يا ابويا هرجع ازاي لبيتنا النهارده، الناس تقول عليا ايه؟ اهلها مشوا وهي فضلت قاعده تستنى العريس يطلع. بعد ما حد قال له الحكايه ابوها قال له يا ابني اللي حصل، وهي بعتت له برسال يفهمه اللي بيجرى. اتاري الولد العريس كان حصل له زمان موقف، والموقف ده مأثر عليه جدا. الولد كان في الحمام وهو صغير واتسرع وقعد يصرخ، ومن ساعتها وهو مش طبيعي، والموقف اللي حصل له ده عاد له كل اللي كان وهو صغير، بقى مش قادر يبص عليها وبيصرخ وكل ما يشوفها يقول عفريت. البنت احتارت هتعمل ايه؟ قعدت لقيت حماتها جايه لها تقول لها يا بنتي روحي اقعدي عند اهلك يومين، الولد مش قادر يطلع الشقه ولا قادر يبص في وشك. اضطرت البنت تروح عند اهلها، وبمجرد ما راحت هناك لقيت العريس بعت لها ورقتها وقال لها انت ما تنفعيش تعيشي معايا، انا ما اقدرش اعيش مع عفريت. البنت كانت ضحيه المواد اللي بتتركب تحت بير السلم وبيحطوها على جسم البنات.